النهارده هنعمل مسخن الدجاج الفلسطيني، الأكلة التراثية الفلسطينية. اللي ما جربهاش فايته كتير 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 قوي. هنعمل النهارده أحلى مسخن بأسهل طريقة، وخليكم معايا. أول حاجة هي هنبدأ بتقطيع البصل. هنعوز كمية محترمة من البصل، يعني أنا هستخدم فرخة واحدة فهحتاج كيلو كيلو ونص بصل. هنقطعهم وبعد كده هنجيب الفرخة بتاعتنا هنقطعها بالشكل اللي انت عايزه. قطع الحجم اللي تحبه، انا قطعتهم زي 6 7 قطع كده. وبعد كده هنحطهم على البصل ونبدأ نبهرهم. هيكون ملح وفلفل وكمون وكزبرة وبابريكا وهيل. طبعا البهارات هتكون حسب الرغبة، لكن ما تزودوش كتير عشان الطعم كله في السماء وزيت الزيتون. هنحط السماء يكون قدر المستطاع ان هو اصلي، واهم شيء في المسخن يكون زيت الزيتون بكر اصلي. الخطوة ديت هتكون خطوة اختيارية، ممكن تبدأ تشتغل على طول وتطبخ على طول، لكن انا قررت ان انا اتبلهم في بعض واسيبهم في التلاجة لمدة ساعتين عشان الطعم يتركز اكتر في البصل والفراخ. بعد الساعتين ما عدوا طلعتهم وحطيت الفراخ في صينية ولفتهم، والفرن متسخن قبل كده وهنسيبهم في الفرن ساعة. في نفس الوقت هنحط البصل بتاعنا في الحلة، واول ما بيبدأ يسخن هنديله تقليبة واتنين، وهنوطي عليه النار خالص ونسيبه يتبل وينطبخ في زيت الزيتون اللي بيصفيه والمية اللي بتصفيه. بعد الساعة ما عدت بنشيل الفويل وبندي للفراخ بتاعتنا تقليبة وبندخلها الفرن تاني زي 10 دقايق، وده بيكون شكلها بعد ال10 دقايق. في نفس الوقت بيكون خلاص البصل بتاعنا استوى. وطبعا المسخن بيعوز خبز الطابون، لكن مش موجود عندي، واللي مش موجود عنده خبز الطابون يستخدم خبز بالشكل اللي شايفينه ده. وواحدة واحدة ممكن بقى تشتغل في صينية جديدة. أنا قررت إن أنا أشتغل في نفس الصينية، لأن عايز كل السوائل وزيت الزيتون تكون في الصينية. بنسقي واحدة واحدة، بنفرش البصل وعليه المكسرات أي نوع متوفر عندك، صنوبر كاجو أي حاجة موجودة. وبنضيف برضو السماعة على أحرف العيش. طبعا بتعمل أي طبقات أنت عايزها من العيش والبصل. لكن لو أنت ما جربتش خالص المسخن، أنا جاي لك من المستقبل وبقول لك كتر عيش على قد ما تقدر وكتر بصل على قد ما تقدر، لان طعمه يا جماعة خطير جدا جدا. وده كان الشكل النهائي بعد ما طلعناه من الفرن. جربوها وبالهنا والشفا، ان شاء الله يعجبكم. يا الله. اقسم بالله خطيرة. البصل لوحده حكاية. وفي نهاية الفيديو لو عجبتكم الوصفة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم جديدنا أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله.